تكاليف العيشه في كندا. في ناس كتير ممكن تتفق معايا وناس تختلف معايا. انا في الحقيقه شايف ان تكاليف العيشه في كندا مش قليله. علشان كده تعالوا نعمل حسبه بسيطه مع بعض وانت ساعتها تقرر بنفسك. هنبدا باول حاجه هو ايجار البيت او الشقه بتاعتك. تقريبا احنا بنتكلم على $3000 شهريا، يبقى $3000 في 12 36000، زائد تقريبا $500 مثلا فواتير الكهرباء والميه والنور والهيدرو والحاجات اللي زي كده. ف $500 شهريا في 12 42000. ومصاريف الجروشريز اللي هي السوبر ماركت مبدئيا كده احنا بنتكلم على تقريبا $2000 في الشهر، يبقى 2000 في 12 كده معانا $66000. زائد العربيه بتاعتك، لو انت عايز عربيه فتقريبا احنا بنتكلم على تكلفه العربيه كلها، ده شامل القسط بتاع العربيه بتاعتك والبنزين والتامين. طبعا كل ده لسه ما اتكلمناش على البوكيت ماني بتاعك. حبيت تشرب قهوه، تجيب سندوتش شاورما في اي وقت، خلينا نقول مثلا $300 شهريا في 12، يبقى كده احنا دلوقتي معانا 87600. خلينا كمان نحسب فاتوره التليفون بتاعتك $100، كده معانا حسبه 88800. يعني تقريبا كده بنتكلم على 90000. يبقى 90000 بس علشان تقدر ان انت توفر الحاجات الاساسيه بتاعه المعيشه هنا في كندا. واعمل حسابك كمان على ضرائب الدخل. لو انت محتاج $90000 بس علشان تقدر انت تسد حاجاتك الاساسيه، فانت تقريبا محتاج $120000 سنويا علشان هيتخصم منهم ضرائب الدخل كمان. فعلشان يا صديقي توفر المبلغ ده، انت عندك حل من الاثنين، يا اما انت بس تشتغل وزوجتك ما تشتغلش تكون ربة بيت، يا اما الحل الثاني واللي كندا بتحبه جدا هو ان انتوا الاثنين تشتغلوا، الزوج والزوجه، علشان تقدروا توفروا عيشه كريمه ليكوا وللاولاد. طبعا احنا لسه ما اتكلمناش لحد دلوقتي على المبلغ اللي محتاج توفره اخر السنه علشان تشتري تذكره طيران وتروح في زياره عائليه. فانت ايه رايك يا صديقي، العيشه في كندا رخيصه ولا غاليه؟